أكيد كلنا مرينا بفترات حسينا فيها إن الدنيا مقفولة شوية، الرزق مش متيسر والديون بتزيد وقلق طول الوقت وإحساس إن مهما نحاول مفيش تيسير. بس الغريب إن أوقات الحل بيكون في حاجة بسيطة جدا، حاجة احنا بنقولها بلساننا لكن مش مستشعرين معناها الحقيقي. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. عايزة أحكي لكم عن تجربة شخصية ليا خاصة بالموضوع ده. في يوم من الأيام كنت بسمع درس ديني والداعية كان بيتكلم عن آية في القرآن ناس كتير بتعدي عليها عادي جدا، لكن قال جملة خلتني أقف شوية. قال إن الآية دي من أعظم آيات تيسير الرزق وقضاء الديون وفتح الأبواب المغلقة. وقتها بصراحة قلت يمكن بيبالغ شوية، لكن الفضول خلاني أجرب وأقول لأ، كلام ربنا كله فايدة وخير. الآية دي عشان ما طولش عليكم بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أنا يوميها قررت أقرأ الآية دي كتير جدا، يمكن أكتر من 100 مرة، ولو إنه ده مش شرط، حتى لو مرة أو مرتين أو 10 على قد ما قدرتك، المهم تكوني مستشعرة الآية دي. وما كنتش بقرأها بسرعة وخلاص، كنت كل مرة أقولها وأنا حاسة إن ربنا فعلا قادر يغير أي حاجة مهما كانت مستحيلة. وبعدها بفترة مش بعيدة بدأت أشوف حاجات غريبة بتحصل، والله يا بنات عن تجربة شخصية. أبواب كانت مقفولة واتفتحت بفضل الله، وناس رجعت تكلمني في شغل، ومصاريف كانت عاملة ضغط عليا واتحل جزء كبير منها فجأة. والأهم من كل ده، راحة غريبة دخلت جوه قلبي. ومن هنا بدأت أفهم السر الحقيقي. السر مش في مجرد تكرار الآية، السر في اليقين، في إنك تبقي مؤمنة إن ربنا هو مالك كل شيء. يعني لو كل الأسباب اتقفلت، ربنا يقدر يفتح سبب من مكان عمرك ما كنت تتخيليه. وعلشان كده الآية بدأت: قل اللهم مالك الملك. يعني الملك كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى، الرزق بإيده والفرج بإيده والديون سدادها بإيده، حتى الناس اللي معاها فلوس ومناصب كل ده ربنا قادر يديه أو يمنعه. لما بتستوعبي المعنى ده الخوف بيقل، لأنك بتفهمي إن المشكلة مش أكبر من ربنا سبحانه وتعالى أبدا، حاشا لله. وفي جزء مهم جدا في الآية ناس كتير بتعدي عليه بسرعة من غير ما تستشعره: بيدك الخير. يعني الخير كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو حياتك مليانة ضغط دلوقتي، فالخير عند ربنا موجود. حتى لو شايفة نفسك متأخرة عن اللي حواليكي، فالخير ربنا كاتبهولك وموجود. حتى لو الديون مكسراكي نفسيا، الخير برضو بإيد ربنا وموجود. بس أوقات ربنا بيأخر الفرج ده لحكمة عنده، يمكن علشان يقربك منه، يمكن علشان يعلمك الدعاء الحقيقي اللي ييسرلك أمور حياتك ورزقك، يمكن علشان لما يرزقك تعرفي تقدري النعمة دي كويس. وفي ناس هتقول يعني ايه الآية دي هي اللي هتخليني غنية؟ لا طبعا، الدعاء والقرآن مش سحر، لكنهم سبب عظيم جدا يفتح لك أبواب الرزق والتيسير والبركة. وأنا بقولك إن كل كلمة بقولها أنا شخصيا جربتها، وما حبيتش إن أنا أعمل لكم الفيديو ده غير لما أتأكد مرة واتنين وتلاتة وعشرة إيه اللي بيحصل لي بالظبط كل ما بقرأ الآية دي، خصوصا لما يكون عندي ضائقة مادية أو فلوس عايزة تتسد. وفي فرق كبير جدا بين شخص بيقول الآية وهو سرحان وقلبه لاهي، وشخص بيقولها وهو حاسس بكل كلمة وعنده يقين في الله سبحانه وتعالى إنه قادر على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. لما تيجي عند الجزئية اللي بتقول وترزق من تشاء بغير حساب، استشعر إن ربنا ممكن يرزقك من مكان عمرك ما توقعتيه، مكالمة، فرصة شغل، فكرة جديدة تيجي جوه دماغك وتكون سبب في تيسير رزقك وحياتك، شخص يساعدك، باب يتفتح لك فجأة. ربنا مش محتاج أسباب علشان يرزقك، ربنا هو رب الأسباب وهو اللي بيخلق الأسباب. وفي حاجة مهمة جدا اكتشفتها بعد فترة، إن الرزق مش بس فلوس، مع إن الآية دي أنا جربتها في الفلوس وفي الأوقات اللي بيكون فيها عندي ضائقة مادية، وفي الأوقات اللي بكون محتاجة مبلغ معين، وسبحان الله بفضل ربنا وكرمه بمجرد ما بقول الآية دي ربنا بيهيئ لي الأسباب وبيخلي أي مشكلة أو ضائقة مادية أو مبلغ مالي أنا محتاجاه ربنا بيرزقني بيه فعلا من حيث لا أحتسب.
ولكن ده ما يمنعش إن الرزق ممكن يكون راحة نفسية أو صحة أو بيت هادي أو ستر أو شخص يحبك بصدق أو فرصة جديدة في حياتك أو راحة بعد تعب طويل. وفي ناس معاها فلوس كتير جدا لكن عايشين في ضيق برضه، وعلشان كده لازم وانت بتدعي توسعي معنى الرزق جواكي. طب ايه هي الطريقة او الوقت اللي ممكن اقول فيها الآية دي؟ اولا انا كنت بقولها بأي عدد في اي وقت وفي اي مكان، ولكن لو حابة تبدأي بيها يومك بعد صلاة الفجر او كل يوم قبل ما تنامي 10 مرات 20 مرة 100 مرة زي ما انت عايزة، مفيش عدد معين. ساعات كنت والله بقولها مرة او مرتين بس واسلم امري لله، وفعلا برضو بتحصل نفس الحاجة وربنا بيرزقني ويحللي المشكلة اللي عندي او الضائقة المادية اللي عندي. المهم يكون قلبك حاضر، وبعدها ادعي بكل اللي نفسك فيه. قول لربنا كل حاجة تعباكي، كل خوف داير جواكي، كل دين عليكي وكل احتياج. ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد لما بيلجأ له. وفي نقطة مهمة جدا، اوعي تدعي وانت مستعجلة، اوعي تدعي يومين وتقولي مفيش حاجة حصلت فخلاص انا مش هدعي تاني. خلي عندك يقين وقولي وسلمي امرك لله يوميا، خليها ورد ثابت في يومك وهتنبهري بإذن الله بالنتيجة. اوقات الرزق بيكون بيتجهز لك وانت مش شايفاه، واوقات ربنا بيغير حاجات كتير حواليكي وفي حياتك قبل ما يديك الرزق اللي انت طلبتيه. وفي سر تاني قوي جدا مع الآية دي، هو الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار من أعظم أسباب الرزق. جربي كل يوم تستغفروا ربنا وتوبي إليه. جربي يكون ليكي ورد ثابت من الاستغفار كل يوم، وانت بتنضفي وانت ماشية قبل ما تنامي، هتتفاجئي قد ايه قلبك هيرتاح. وفي حاجة ناس كتير مش منتبهة ليها، الصدقة، حتى لو مبلغ بسيط جدا. في ناس تقول أنا أصلا مديونة، هتصدق بإيه؟ لو بجنيه، لو ب5 جنيه، لو ب10 جنيه، ما نقص مال من صدقة. وصدقيني ده سر عظيم جدا، مفيش مرة تصدقت فيها وأنا مستشعرة أن ربنا هيرد لي الصدقة دي 10 أضعاف أو 20 ضعف، وربنا كريم. والله فعلا بتترد أضعاف مضاعفة من طريق تاني ومن سكة تانية. وبرضه في حاجة مهمة جدا لازم تبقي فاهماها، إن الرزق محتاج سعي. يعني تدعي وتسعي في نفس الوقت، تطوري نفسك، تدوري على فرصة جديدة، تتعلمي حاجة جديدة، تحاولي مرة واتنين وعشرة، لأن ربنا بيحب العبد اللي بيسعى. وفي نقطة حساسة جدا، أوقات الرزق بيتأخر بسبب كثرة الشكوى واليأس. طول الوقت أنا مش محظوظة، أنا الدنيا واقفة في وشي، أنا مفيش فايدة من اللي أنا بعمله. الكلام ده بيتعب القلب جدا وبيخلي عقلك يستوعب فكرة غلط خالص عنك وعن حياتك. حاولي حتى وانت متضايقة يكون عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا قادر يغير حياتك كلها في لحظة بس. وفي ناس فعلا كتير وانا من ضمنهم حياتها اتغيرت بدعوة صادقة في وقت انكسار او في وقت ضغط او في وقت الدنيا كلها كانت فعلا مقفلة، ولكن اليقين في ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح كل الابواب. علشان كده ما تستهونيش بالدعاء وما تستهونيش بالقرآن ولا بالآيات اللي في القرآن. وبجد عايزة اقولك حاجة من قلبي، مهما كانت ديونك كبيرة، مهما كان رزقك ضيق، مهما حسيت ان الدنيا مقفولة، ربنا اكبر من كل ده، والباب اللي ربنا بيفتحه محدش يقدر يقفله أبدا. خلي عندك يقين إن الفرج جاي بإذن الله، وإن كل دعوة طالعة من قلب موجوع ربنا سامحها. ابدأي من النهاردة، اقري الآية دي بيقين واستغفري وصلي على النبي وادعي وخدي بالأسباب، وخلي عقلك متعلق بربنا مش بالناس. وصدقيني في لحظة واحدة بس ممكن حياتك تتغير بالكامل. وكمان يا بنات حاولوا تقروا الآية دي في الأيام المباركة اللي احنا فيها، وخصوصا في يوم عرفة. بجد يوم عرفة من أعظم الأيام عند ربنا سبحانه وتعالى، اليوم اللي الدعوات فيه قريبة جدا والرحمات فيه بتنزل بشكل احنا أصلا ما نقدرش نتخيله. وأنا عايزة أقول لكم حاجة من قلبي، عمري في حياتي ما دعيت ربنا دعوة بصدق في يوم عرفة إلا وربنا حققها ليا بكرمه وفضله. يمكن مش بنفس الطريقة اللي أنا كنت متخيلاها أو رسماها، ولكن في النهاية كنت بقول سبحان الله، ربنا كان بيدبرها أحسن مني بكتير. علشان كده بجد لازم نستغل اليوم ده، ما تضيعيش اليوم في النوم أو الانشغال أو في حاجات البيت. حاولي على قد ما تقدري تكوني قريبة من ربنا طول اليوم، وتقري الآية دي وتستغفري وتصلي على النبي وتدعي ربنا بكل حاجة نفسك فيها، بكل حاجة مهما كانت، حتى الحاجات اللي انت شايفاها مستحيلة. اكتبي لستة بالدعوات والأحلام والحاجات اللي نفسك فيها، سواء كان شغل أو جواز أو راحة نفسية أو سداد ديون أو ستر أو البيت أو النجاح أو الرزق. حتى الحاجة الصغيرة اللي نفسك فيها ومكسوفة تطلبيها ادعي ربنا بيها، لأنه مفيش حاجة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. ممكن من يوم وليلة ربنا يقول لحلمك كن فيكون. أي حاجة في الدنيا ممكن تحتاج تعب وسنين ومجهود إلا اليقين في الله. اليقين الحقيقي بربنا
ممكن يفتح لك أبواب كانت مستحيلة. لما تكوني مؤمنة إن ربنا قادر على كل شيء هتلاقي جواكي قوة غريبة جدا، هتلاقي نفسك قادرة تكملي رغم التعب وقادرة تشوفي الصعب سهل، لأنك عارفة إن ربنا قادر يبدل الحال في ثانية. وعلشان كده بقول لكم يا بنات، يوم عرفة من أعظم أيام السنة فعلا. وعايزة أقول لكم إن أنا ما قررتش أعمل الفيديو ده غير بعد ما جربت الموضوع ده بنفسي في مواقف كتير جدا، وفي أوقات كتير جدا كنت حاسة فيها بضغط شديد وحاسة إن كل حاجة واقفة، فكنت أرجع وأقول الآية اللي أنا قلت لكم عليها. مش شرط عدد معين، مش لازم تضغطي نفسك، أنا بس مع التكرار حفظتها فبقيت أقولها طول الوقت، مرة 2 3 10 حتى بطلت أعد. المهم إن قلبك يكون حاضر. فاتمنى بجد تجربوا الطريقة دي، واتمنى بعد فترة اي حد يشوف الفيديو يرجع يكتب لي في التعليقات ايه اللي حصل معاه، وهل فعلا حس بفرق وتأثير زي ما حصل معايا ولا لا. وبإذن الله ربنا يرزقنا جميعا الخير والراحة والوفرة والصحة والسعادة، ويحقق لكل واحدة فيكم الدعوة اللي نفسها فيها. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا، واستنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.